الضربة العسكرية المرتقبة على سوريا مشاهدينا جعلت قوات النظام السوري تقوم بتحركات عسكرية في دمشق وأيضا في ضواحيها، بالإضافة إلى إخلاء مقرات أمنية وأيضا حكومية مهمة يعتقد أن تكون ضمن أهداف الضربة الجوية. كما أكد ناشطون سوريون أن هناك أيضا شاحنات تابعة للنظام أخلت عدة مقرات. هذه المقرات نتحدث عن الفرقة الرابعة اللواء 104 بالإضافة إلى اللواء 105 خلف جبل قسيون في دمشق، وذلك إلى مناطق آمنة. طبعا هي الفرقة المتهمة بقصف الغوطة بالكيماوي. كذلك تم إخلاء فروع الاستخبارات إلى أماكن سرية في ضواحي العاصمة ونقل أفرادها إلى هذه المناطق. ذكر شهود عيان أن وحدات الجيش المتمركزة في دمشق نقلت العديد من الشاحنات إلى مواقع بديلة، طبعا محملة هذه الشاحنات ببعض الأسلحة الثقيلة. معلومات أيضا أفادت من مصادر المعارضة أن مركبات مدرعة بالإضافة إلى شاحنات تقل جنود طبعا تغادر من مطار دمشق الدولي إلى بلدة حران العواميد. أيضا مشاهدينا هذه القواعد يوجد فيها أو هذه المنطقة يوجد فيها 3 قواعد للجيش وتتجه أيضا كما ذكرنا إلى بلدة حران العواميد. قال أيضا نشطاء معارضون في مدينة اللاذقية على ساحل البحر المتوسط قالوا إن بضع قطع حربية للبحرية السورية أرسلت إلى جوار سفن مدنية، سفن تجارية على أرصفة مخصصة لحركة السفن، هذه السفن المدنية. بجانب تلك التحركات العسكرية للنظام أفادت شبكة سانا الثورة أن قوات النظام قد طالبت أيضا السكان في محيط مطار المزي العسكري بإخلاء بيوتهم.